ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ هنتكلم في الفيديو ده عن فيلم جلاديتور 2. الفيلم ده بيحكي عن لوشيس الطفل اللي كان في الفيلم الاول. دلوقتي كبر ولسبب ما هو بعد عن روم خالص، بقى في مدينه بعيده. لما الجيش الروماني بيحتل المدينه بتاعته بيدمروا الوطن بتاعه، وكل الناس اللي بيعرفهم بيموتوا، وبيتاخد اسير مع بعض الاسرى الباقيين، وطبعا بياخدوه الحلبه وبيكون جلاديتور، وبيسعى انه ينتقم من القائد اللي قاد الحمله دي ضد المدينه بتاعته، ونفس الوقت بيبقى عايز ينتقم من الامبراطوريه اللي حاكمين روما في الوقت الحالي. يعني تقريبا تقدر تقول كده هي نفس قصه الجزء الاول مع اختلاف بعض التفاصيل. انا اول ما سمعت على الجزء ده ما كنتش عارف ايه لازمته، وقلت ليه جلاديتور 2؟ ويعني يمكن يكون اكبر فيلم معمول له، يعني فيلم كبير، فيلم بلوك باستر كبير. يعني السنه دي كان نازل، انا كنت قافل منه من قبل ما ينزل، وانا داخله كده وخلاص، لو انا داخله وعامل حساب ان هو خلاص هو اكيد مش عايز الجزء الاول. وطبعا يعني دي حاجه لازم نكون متفقين عليها، الفيلم ده ملوش اي علاقه بالجزء الاول. ده مش كده حاجه مثلا زي توب جان مافريك بالنسبه لتوب جان الاول، لا يعني هو اقل الجزء الاول بكتير. بس هل الفيلم سيء في الاخر؟ بص تعالوا كده اديكم ملخص للفيلم ده عموما. فاكرين جلاديتور الاول؟ فيلم الاكشن شبه ملحمي. مش هقول لك الفيلم الماستر بيس، يعني مش هقول لك مثلا ده مش جاد فاذر، مش شو شانك، مش بالب فيكشن مثلا، مش الحاجات التقيله دي. بس كان فيلم قوي جدا كمان بالنسبه لفيلم اكشن، وبالذات انها في الاخر تعتبر قصه انتقام. وبالنسبه لقصه الانتقام دي كانت قصه مكتوبه بشكل حلو جدا، كانت فيها مشاهد دراميه كتير ماشي، والقصه واخده وقتها بتتبني وبتتسرد بشكل حلو، واخده وقتها من فكره عشان خاطر تطورك الشخصيات والاحداث، لدرجه ان انت ساعات بتحس ان الدراما بتيجي على حساب الاكشن. بس لما كان بيجي الاكشن في الجزء الاول كنت بتحس ان هو ايرند، تحس ان هو كونكلوجن فعلا، تحس صح ده وقت الاكشن، تحس ان هو نتيجه للي بيحصل، للاحداث اللي حصلت او للتطورات اللي حصلت. فاكرين الفيلم ده كان نازل من 22 سنه تقريبا ولا حاجه؟ هما بقى خدوا نفس القصه دي، نفس الفيلم ده، قالوا هنعمل نفس الفيلم ده بالظبط بس بجزء تاني، نفس القصه بنفس الاحداث باكشن اكبر بكتير، واكبر جدا كمان من الجزء الاول. يعني الاكشن نفسه اكبر، السكيل بتاعه اكبر واكتر بكتير من الجزء الاول، وهناخد نفس القصه بتاعت الجزء الاول، بل بالعكس كمان هنزود فيها بعض الاحداث. هيبقى الفيلم قصته فيه احداث اكتر، احداث مليانه، والاسقاطات السياسيه والتلاعبات اللي بالسلطه والمؤامرات اللي ضد السلطه موجوده اكتر كمان من الجزء الاول. بس قالوا من الاخر كده بدل ما نعمل فيلم ملحمي زي الجزء الاول، لا هنعمل فيلم اكشن عادي، فيلم اكشن كوميرشال، فيلم اكشن بوب كورن، واخد نفس اجواء جلاديتور، بس تحس ان هو فيلم البوب كورن واخد نفسه جد سنه كده، بس في الاخر هو فيلم بوب كورن، فيلم مسلي في كل عيوب البلوك باسترز اللي بنشوفها اليومين دول. تعالى بقى نتكلم على كله بقى، يعني من اول التمثيل. بول ميسكال بطل الفيلم ده كان كويس، بس طبعا مش زي راسل كرو خالص في الفيلم الاول. بصوا تقريبا مفيش اي حاجه في الفيلم ده زي الجزء الاول، اي حاجه خلاص، يعني دي حاجه معتمده كده في اي حاجه هقولها في الفيلم، مفيش حاجه بنفس مستوى الجزء الاول. فبالنسبه للفيلم ده عادي، بول ميسكال كان شغال، بس عارف تحس انه بيمثل، يعني وانت بتتفرج انت تحس الاداء فيه مش هقول لك فيك، بس انت عارف ان ده بيمثل، انت مش مصدق قوي. بالذات المشاهد بتاعته لما بيكون ليدر، او لما يبقى مطلوب منه يبقى ليدر للناس اللي قدامه او الناس اللي حواليه، ما تحسوش انه لايق بدور الليدر. ويمكن ده يكون مقصود، ان هو طول الفيلم كان عمال يقول ان هو جندي مش عايز يكون قائد، ولا ليه علاقه بالامبراطوريه ولا السلطه ولا الكلام ده، بس هو مش لايق قوي في الحته دي. وبرده يعني عشان يكون فير، هو ممكن يكون الموضوع مش سببه هو، لان هي اصلا القصه اوريدي فيها تحولات كتير، والتحولات دي مش معموله بشكل حلو قوي، او مش متقدمه بشكل حلو، يعني في تحولات بتحصل فجاه كده، فهو تقدر شغال بس مش اقوى حاجه. وبالذات ان هو ماسك بطوله الفيلم، يعني طبعا هي قصته، فلا ما كانش مش قد البطوله. واللي كان مخلي الموضوع اسوء سنه ان هو كان قدامه بيدرو باسكال ودينزل واشنطن. بيدرو باسكال كان يمكن دي اكتر شخصيه في الفيلم كنت شايف ان هو يجي منها كتير، الشخصيه كانت فكرتها عجباني قوي، لان هو متقدم في بدايه الفيلم كانه فيلن، وبعد كده لما بنتقدم شويه في الاحداث بتعرف ان هو في شبه كتير قوي من شخصيه راسل كرو في الفيلم الاول. ودي حاجه من الحاجات اللي كان تكرار فيها بالنسبه للفيلم ده، الفيلم اللي فات كان مفيد للقصه دي، بس طبعا المشكله ان هم ما استغلوش فكره التكرار ده، او حتى ما استغلوش فكره الشخصيه دي بشكل كويس. يعني كانت استخدامه بشكل شغال، بس طبعا كان ممكن يطلع من اقوى من كده بكتير، بس هنرجع لها تاني شويه دي قدام في القصه. وطبعا كتمثيل بيترو باسكال كان كويس جدا، بس برضه على قد المشاهد اللي متوفره له، لان المشاهد الدراميه مش كتير، وفي نفس الوقت مش مقنعه جدا، هي على قد المتوفر له هو عارف يأدي. دينزل واشنطن بالنسبه لي يمكن يكون اكتر شخصيه خدت حقها في الفيلم ده بالنسبه للشخصيات الثانيه، ده اكتر شخصيه خدت حقها وحصل لها احداث وتطورات، وفعلا ده تقريبا ده احسن اداء في الفيلم، عشان القصه ادت له حقه نسبيا، وفي نفس الوقت برضه عشان دينزل واشنطن نفسه. مع ان حتى يعني اقدر اقول لك بكل ثقه ان دينزل واشنطن اداؤه كان قوي في الفيلم ده، بس اللي هو ما تحسلوش اضافه جديده ليه، يعني اللي هو انت شفت اداء زي ده او شبه ده شويه منه قبل كده، بس في الاخر ده كان احسن اداء فيهم. كوني نيلسون كانت طالعه في الفيلم ده، بص هي دي كانت اكتر ميزه فيها، انها كانت بتفكرك بالفيلم الاول، ومش قصدي انها بتفكرك بالجزء الاول هي بتحكي لك الاحداث، لا بتفكرك ان وجودها نفسه بيفكرك بالجزء الاول، حاجه من ريحه الجزء الاول جايه في الفيلم ده. وبرده مشاهدها كانت حلوه، التوين امبرورز فريد هيتشنجر وجوزيف كوين كانوا كويسين،
بس برضه عارف ان هو ما تحسش كان في حاجه اوتستاندنج في التمثيل، ما تحسش ان كان في تمثيل مبهر بزياده. يعني يمكن هو دينزل واشنطن اللي وصل سنه للمرحله دي، وبرضه يعني تحس انت شفت منه اقوى من كده. القصه يعني بالنسبه لي القصه دي كانت اكبر مفاجاه في الفيلم، وفي نفس الوقت هي سبب ان الفيلم مش قد كده. القصه زي ما قلت فيها احداث اكتر بكتير جدا من الجزء الاول، مليانه قصه مليانه، ودي مخليها في نفس الوقت الفيلم ما تحسش فيه بملل كبير، لان طول ما فيش اكشن في احداث بتحصل حتى لو انت مش مقتنع بيها قوي. والقصه دي استغلت نقطه التكرار اللي انا كنت متخيل تكون نقطه ضعف، هي هنا كانت نقطه قوه الفيلم اصلا، ان التكرار ساعد في القصه نوعا ما. تكرار الاحداث هنا كان هو الغرض بتاع القصه اصلا، ودي كانت مفيده جدا بالذات لو انت شفت الفيلم الاول وجيت تشوف الفيلم ده يعني وربطت الاثنين ببعض. هتلاقي فعلا التكرار هنا كان هو يعني جزء من غرض القصه اصلا انها تكون مكرره. عارف هو جايبنا كده بطريقه كان التاريخ بيعيد نفسه. وما تفهمنيش غلط يعني، مش بقول ان القصه دي في الاخر هتبقى مختلفه تماما، او يعني او مثلا القصه دي كانت فعلا حلوه بقى وبتاع، لا يعني انت في الاخر برضه لما تشوف الفيلم ده وتخلصه انت هتطلع بنفس السؤال، ايه لازمه الجزء ده؟ يعني هم لما النقطه اللي انتهوا عندها تحس طب خلاص، طب الجزء الاول كان كفايه، فكان ايه لازمه وجود الجزء ده؟ بس يعني خلاص انت لما بتتكلم الفيلم نزل اوريدي، فخلاص القصه فعلا التكرار كان حلو والاحداث كانت حلوه. وخد بالك هنا بقول لك الاحداث نفسها تعتبر حلوه، مش طريقه سرد الاحداث دي. وعيب بقى القصه، عيب بقى، وهي دي مشكله الفيلم الاساسيه اصلا، ان القصه مش واخده وقتها. الاحداث كتير قوي ومفيش وقت لكل الحاجات انها تديفلوب، انها تتطور بشكل مظبوط، ان انت تبقى مقتنع بالاحداث اللي بتحصل، مقتنع بتطور الشخصيات. يعني زي ما قلت شخصيه البطل الرئيسي بتمر بمراحل كتير قوي بالذات في نص الفيلم، في يعني تغيير كبير قوي بيحصل له، وهو بيحصل كده فجاه تحس ان هو كان مبني له ما فيه الكفايه، مع ان يعني ده كان خط درامي قوي جدا. هو طلع كده وخلاص. شخصيه بيدرو باسكال دي اللي كان طالع اللي فعلا كان القصه بتاعته فيها بوتنشال حلو قوي، بس برضه ما اتعملتش باقوى حاجه يعني، غير بقى انها يعني مش بقى بس دي مش فكره بس ان القصه قصته ما خدتش وقتها، هي يمكن كمان يعني كانت ممكن اوفرول حتى لو خدت وقتها برضه كان ممكن يبقى في اختيارات اقوى من كده، يعني تتعمل بشكل اقوى من كده. ليه؟ لانه فعلا دي كانت اكتر الشخصيه انا كنت شايف انها ممكن تطلع منها كتير قوي في الفيلم، وكانت ممكن تساعد جدا في الاسقاطات السياسيه اللي في الفيلم ده. الفكره ان الفيلم ساعتين ونص، فانت متخيل لما تطلع تقول عن فيلم ساعتين ونص القصه مش بحكي باحسن شكل عشان ما كانش في وقت كافي لتطور الاحداث. تخيل فيلم ساعتين ونص وتقول الفيلم بتكروت على ساعتين ونص. وهنا بقى نيجي على اكتر ايجابيه في الفيلم، الاكشن. الفيلم ده مليان مشاهد اكشن كتير جدا، ودي اكتر حاجه مخلي الفيلم مسلي، ومن الاخر مش هتزهق من الفيلم. شوف بعد كل حاجه انا قلتها في الفيلم انا طالع انا ما اتضايقتش، وانا قاعد بتفرج انا اتسليت، يعني انا اتسليت جدا. وعلى فكره الفيلم ده برضو برغم كل اللي انا قلته يستاهل سينما، لان فعلا الفيلم سكيل بتاعه كبير، الفيلم مبهر بصريا، وكل عيوب القصه اللي انا قلتها دي ملهيه في الاكشن. يعني انت هتتلهي بالاكشن فمش هتركز في عيوب القصه دي. بس عارف يا كل حاجه مزيد عن حدها بتقلب ضد، يعني هو ده بالظبط اللي حصل في الاكشن، لان هم ادوا مساحه كبيره قوي الاكشن فمفيش وقت للقصه. اكشن كتير، كل ما تحصل حدث مهم تلاقي الموضوع مكرر عشان يخش على مشهد اكشن تاني. وانت تحس عموما ان اللي اشتغل على الفيلم ده ممكن ريدلي سكوت نفسه تحس ان هو كان عارف ان هو مش هيقدر يعمل نفس اللي عمله في الفيلم اللي فات، فقالوا خلاص مش هنحاول نعمل قصه ونطورها بشكل حلو ونحط مشاهد دراميه كفايه او المشاهد الكفايه اللي تطور الاحداث في القصه دي اصلا، لا هنركز على الاكشن الكبير وده هيبقى كفايه انه يسلي الناس. وحتى مشاهد الاكشن بقى طبعا هي كبيره ومطوره اكتر، وكمان يعني لو هتتكلم تقنيا هي اكيد احسن من الفيلم اللي فات عشان التطور اللي حصل في التكنولوجيا. بس عارف لما الاكشن بيكبر عن حد تحس ان الواقعيه قلت اكتر واكتر، تحس ان الخطر قل، تحس ان يبقى في خطر كده على الشخصيات اللي انت بتشوفها زي الجزء الاول. وانا شايف يعني الجزء الاول كان هو اكتر واقعيه، يعني اكتر فيلم واقعي في مشاهد الاكشن بتاعته وكده. بس في حته كده معينه لما تزيد عن حدها في الاكشن تحس ان انت رحت من حته ان انت فعلا بتتفرج مندمج مع البطل وخايف على او يعني لو حاسس بالخطر من ناحيه انه ممكن فعلا يموت او يحصل له حاجه، وتروح من الحته دي حته الابهار البصري. الفيلم مجرد ابهار بصري، او زي ما قلت الفيلم مبهر بصريا جدا ومشاهد الاكشن شكلها مبهر جدا، بس حته الدينجر دي راحت. انا بقى كل ده ما كانش فارق معايا بصراحه، ان انا كنت داخل عارف ان انا هتفرج على الفيلم مش بمستوى الجزء الاول خالص، وكنت عامل حسابي ان انا هنبسط بالاكشن وشكرا. وقد كان اللي يزعل هنا ان القصه كانت حلوه، او تحس القصه فعلا كان فيها بوتنشال، حتى لو ستيل برضو انت في النهايه لما تخلص في الاخر هتكتشف ان هو ما كانش ليه لازمه الجزء ده، وهو خلاص الجليتور الاول كان قصه وخلصت. بس فعلا القصه دي كانت حلوه، تحس انها كانت مكتوبه، كانت ممكن تطلع منها حاجات حلوه، تحس ان كانت في امكانيات موجوده. ويعني وفي احتمال كبير قوي ان الفيلم ده لما يخلص اما ينزل بقى اونلاين كده يجي يقولوا ان في نسخه اكستندد للفيلم ده تبقى مدتها مثلا 3 ساعات. ودي حاجه تقريبا بتحصل في كل افلام ريدلي سكوت تقريبا، افلام كتير قوي ليه كانت بتنزل في السينما وتلاقي لها نسخه اكستندد بعد كده على النت. وانا اعتقد ان النسخه الاكستندد هتحسن الفيلم ده اكتر، بس عارف ستيل برضو انت هتحس ان هو مجرد جزء اقل من الجزء الاول، وهتلاقي ستيل برضو في فرق ملحوظ. وانا على فكره ما كنتش داخل اقارن من الفيلمين، يعني انا في الاخر كنت داخل الفيلم ده خلاص يعني انا اوريدي داخل توقعاتي مش توقعاتي كانت منخفضه جدا، فكنت عايز اتسلى خلاص. بس المشكله ان هم فارضين المقارنه بين الفيلمين، هم لان التشابهات اللي ما بين الفيلمين كتير قوي على ان انت ما تقدرش تقارن ما بينهم. في مشاهد متاخده كوبي من الفيلم الاول للفيلم ده، في بعض الحوارات متاخده زي ما هي، وفي كول باكس طبعا. واصلا قصه الفيلم الاول هم يعني
بيرجعوا لها كتير عشان خاطر يكملوا قصه الفيلم ده. وكل الحاجات دي في الاخر لما بتطلع فعلا مش هتقدر ما تقارنش بين الفيلمين، وفي نفس الوقت برضه مش هتقدر تشوف فعلا ان القصه كانت ممكن تبقى حلوه. وهو ده فعلا اكتر حاجه تغيظ في الفيلم من الاخر، ان بالرغم من كل التوقعات المنخفضه وكل ده الفيلم ده فعلا كان ممكن يبقى حاجه اعلى من كده بكتير. بس ستيل برضه يعني بعد كل ده ريدلي سكوت هو يمكن يكون احسن مخرج بيعرف يطلع يخرج افلام التايم، افلام بتدور في عصور قديمه. انت هتطلع متسلي جدا، هتطلع منبهر جدا بمشاهد الاكشن، بالعالم اللي موجود في الفيلم ده، هتطلع تحس ده اندمجت جدا في العالم نفسه اكتر من قصه الفيلم. وهي دي المشكله، ان هو الفيلم فيه ستايل كتير قوي، عارف اللي هو تحسه ستايل اوفر سبستانس، في اجواء حلوه، في اخراج حلو، في اكشن مبهر، في فيجوالز مبهره جدا، بس ما فيهوش قصه تشيل كل الكلام ده. انا استغربت بقى في ده كله ان لما الفيلم نزل قبل كده كان في ايرلي رياكشنز عليه، اتعرض في مهرجانات تقريبا، ففي نقاد شافوه قالوا عليه احسن فيلم ريدلي سكوت من ساعه فيلم ذا مارشن. يعني انا ما شفتش كده بصراحه، لا يعني انا شايف ذا لاست دول كان احسن من الفيلم ده. فيلم نابليون على فكره بالرغم انه كان فيه عيوب كتير جدا، وعلى فكره في عيب مشترك بين الفيلمين دول، ان الفيلمين قصتهم مليانه احداث بس مفيش وقت برضه يكفي، لان الفيلمين احداثهم كتير قوي على مده الفيلم انها تستوعب الاحداث دي، فتلاقي الاحداث مش واخده وقتها. بس نابليون على الاقل كان بيحاول يحكي قصه، يعني طبعا نابليون ممكن الفكره فعلا يكون نابليون اوحش من الفيلم ده، بس على الاقل كان فيه محاولات ان انت تشوف قصه في فيلم نابليون، وكانت قصه لحد ما كانت ممكن تطلع بشكل حلو، حتى لو انت متفق او مختلف مع طريقه تقديم شخصيه نابليون نفسها، بس كان في مجهود لقصه اكتر. هنا تحس ان المجهود كان مركز جدا على مشاهد الاكشن. الخلاصه فيلم جلاديتور 2 هو فيلم مبهر جدا بصريا، في مشاهد اكشن حلو جدا، فيلم مسلي مش هتزهق منه على مدار ساعتين ونص. والمبهر فيه اكتر من كده كمان ان مخرج الفيلم ريدلي سكوت دلوقتي عنده تقريبا 86 سنه، فتخيل مخرج في السن ده لسه قادر يعمل فيلم بالمستوى المبهر ده، حتى لو ما كانش الفيلم نفسه قد كده. وهي دي مشكله الفيلم، ان ببساطه بره الاكشن والمشاهد المبهره مفيش حاجه ثانيه هتفتكرها في الفيلم، مفيش حاجه ثانيه هتعلق معاك. وبرده برغم ان هو الفيلم مش قد كده، وطبعا ما يوصلش خالص الجزء الاول، هو ما بيبوظوش، يعني الفيلم ده ما بيلعبش في الجزء الاول، ما بيبوظش اللي حصل في الجزء الاول خالص. وهديله 6 من 10. وبرضه عشان مش كل الناس هتشوف الفيلم بنفس وجهه نظري، يعني في الاخر لو انت داخل الفيلم ده واوريدي عامل حسابك ان هو مش هيبقى زي الجزء الاول، ومش هتقارن اصلا، حتى لو لقيت الموضوع مشابه قوي، فانت داخل عشان تتسلى وخلاص. الفيلم مسلي جدا ويستاهل تقييم اعلى من كده كمان. وطبعا عشان في ناس هتسال السؤال ده، هل لازم تشوف الفيلم الاول قبل الفيلم ده؟ اعتقد هو الفيلم ده هيتفهم، يعني اعتقد ان هو كفيلم هيتفهم عادي ما شفتش الجزء الاول، بس عشان تفهم القصه كويس او تبقى الدنيا كلها واضحه بالنسبه لك لازم تشوف الجزء الاول، لان الجزء الاول هو ريفرنس الفيلم ده. الفيلم ده ممكن يكون مش معتمد 100% على الجزء الاول، بس الجزء الاول كانه الاساس اللي الفيلم ده بيقوم عليه بعد كده. ويعني حتى لو سيبك بقى كمان من ان انت لازم تشوف عشان خاطر الفيلم ده، هو الفيلم الاول عموما من افلام الاكشن قوي جدا، واللي ما شافوش لا انت فايتك، يعني فايتك كتير. وبس كده كله على فيلم جلاديتور 2. انتوا شفتوا الفيلم ولا لسه؟ شفتوه اكتبوا في الكومنتات، ما شفتوش روحوا شوفوه واكتبوا لكم في الكومنتات وايه رايكم عموما، هل فعلا الفيلم ده اقل من الجزء الاول بكتير، ولا شايفين ان الفرق بين الفيلمين مش فرق شاسع قوي كده؟ اكتبوا لي في الكومنتات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتشغلوا زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله، وسلام.